السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة إلهام شانيل. فكنتمنى أنكم تكونوا في أحسن الأحوال وصحة جيدة. الوصفة ديالنا ديال اليوم أو الاقتراح ديال اليوم اللي هي الحرشة منزلية بيتية بكامل الصفات ديالها اللي كتجي جد رائعة بدون تشقق، كتجي فتية هشيشة مع الأسرار النجاح ديالها، فقط بالماء بدون بيض بدون حليب بدون أي مجهود، شي حاجة اللي كتوجد في رمشة العين البنات. فغادي ندوزو نطرقوا المكونات ديالنا او لا العناصر اللي غادي نستعملوا لهاد الوصفه هذه على طاوله العمل. شي حاجه اللي هي بسيطه. بالنسبه للبنات هنايا المكونات عندي 500 غرام ديال السميده اللي هي تكون السميده النوعيه جيده الصفراء، ما تستعملوش السميده البيضاء نهائيا، فالسميده الصفراء هي اللي كتجيب الحرشه زوينه البنات، وكيف ما كنقولوا كتكون خاصه بالحرشه وشي حاجه اللي هي رائعه البنات. فهاد شويه من 500 غرام نقصت هاد شويه البنات، هاد شويه البنات فغادي تعرفوني علاش بغيتو، يعني فقط باغا باش يعني نرش به المقيله ديالي في اللي غادي تشوفوها من بعد. فكما غادي تشوفوا المكونات اللي كما قلنا بسيطه، المذاقات اللي هي رائعه وسهله. عندنا هنايا اول حاجه الملحه على حسب الذوق، انا هنا استعملت ملعقه صغيره ديال الملحه لكن ما عمرش مزيانه البنات، فقط كيف ما كتشوفوا وزدت واحد الطريقه باش كنبغي ديك الملحه تجي باينه في الحرشه ديالي. مع راكم عارفين حنايا الطبخ المغربي فكيجي المزيج ما بين الحلو والمالح، فكنبغيو ديك الملوحه تجي حاضره مع الحلو ايضا واحد الشي شويه. فهنا استعملت ايضا خميرة الحلويات أو بيكين باودر من الوزن 7 غرام. بالنسبة هنايا الكاس ديال الزيت كيف ما كتشوفوا أنا عندي كاس صغير، استعملت فقط نصف كاس ديال زيت المائدة بدون زبدة البنات، وتقدروا تعوضوا زيت المائدة بالزبدة المذابة، يعني داكشي اللي بغيتو نتوما. هنايا استعملت البنات انا واحد الملعقه مملوءه جيدا كيف ما كتشوفوا المعلقه ديالي هنايا بحال يبقى فيها ملتصق، داكشي علاش غادي نزيد واحد شويه ديال العسل. انا هنايا استعملت العسل الحر البنات، كما كنقولوا يعني بلديه، شي حاجه اللي هي زوينه. بالنسبه للعسل البنات فتقدروا تعوضوها اما بالعسل العاديه او لا تعوضوها بسكر حبيبات او لا سكر سنيده. هنايا البنات كنبدا اول حاجه كنبسس الحرشه ديالي بالاصابع ديالي بهاد الاطراف. كيخصها البنات السميده ديالنا تلبس بديك المكونات مزيان، فكل ما بسستوا الحرشه مزيان فصدقوني كتجي فتيه اكثر وكتجي كتذوب في الفم في الماكله ديالها. فهنايا البنات كتبسوها مزيان ما بين الاطراف ديال الاصابع ديالكم، فعطيو الخاطر للشهوات ديالكم باش دائما يطلعوا بنانين ويطلعوا زوينين الشهوات ديالكم. فكيف ما كتشوفوا غادي نبسسها مزيان بهذه الطريقه. لاحظوا السميده كيفاش تلبسات ما بين ديك الزويته وكل شيء، يعني ما كتبقاش ديك الحبه البيضاء نهائيا. فهنا خديت الطبيسيل نقصت واحد شي شويه منه، غادي تعرفوا علاش من بعد نقصت هاد شويه. فمن شفت راسي بحال اللي زدت شويه في الكميه كنرد الباقي فهي حاجه عاديه هادي. هنايا البنات كناخذ الماء ديال الصنبور، ماء الروبيني عادي البنات، بارد في بارد، ما سخنته ما حتى شي حاجه. كنبدا نجمع بالاطراف الاصابع فقط، يعني الحرشه ديالي كنجمعها فقط بالاطراف ديال الاصابع بهذه الطريقه، وكنخفف الخليط وكنخليه يتشرب بالماء دهنت المقيله ديالي فقط. هنايا البنات كيف ما كتشوفوا خديت واحد الطريف ديال الزبده، انا الصراحه كانت عندي في الثلاجه جامده شويه، انتم تقدروا على يعني فقط كدهنوا بها. هنايا بالنسبه للزبده زبده نباتيه، تقدروا تعوضوا هذه الدهنه بشويه ديال الزيت المائده عادي، ولا تقدروا كاع ما تدهنوش المقيله ديالكم، لكن انا كتعجبني من كندهنها الصراحه الحرشه كتجي محمره مذهبه من كل قنت، يعني كتجي ديك الحرشه كيفاش غادي نقول لكم روعه بهذا المفهوم هذا. كنبدا كيف ما كتشوفوا دهنت المقيله ديالي بزبده نباتيه. هنايا خديت من هذيك السميده اللي نقصت في الاول، يعني داك الزايد اللي كان بقى ليا اللي نقصته، كنبدا هنايا نرش المقله ديالي وهاد الطريفات ديال الزبده عادي الا بقاو في المقله. فكما كتعرفوا دائما الزبده كتعطينا غير التحميره وكتعطي اللوغو زوين، يعني ماشي شي حاجه اللي غتخلعكم ولا ماشي ولا شي حاجه اللي غتضيع لكم الحرشه. فكنمرر ديك السميده في المقله بهاد الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا، وكنحيد داك الزائد. علاش كنحيد الزائد؟ باش هكا من نكون طيب الحرشه ما كاينلاش نجلخ الدنيا من نقلبها بهذا المفهوم هذا، يعني كنحاول ندير دائما خدمه اللي هي تخفف عليا الشقاء ديال الدار. فهنايا كيف ما كتشوفوه زيت ديك الحرشه من بعد ما تشربات شي شويه كيف ما شفتوا، يعني كنهزها بحال كندورها بين يدي عادي البنات، ومن بعد غادي نحطها في المقله ديالي بهذه الطريقه.
وشي حاجه خطوه سهله. هنايا البنات كناخذ بطبيعه الحال هذيك الرشه اللي خليت من ديك الاخر، البنات هذيك السميده اللي خليت مدهونه بداك العسل وديك المكونات، راه هي براسها كتعطي واحد تحميره، واحد كما كنقولوا كتزيد تعطي واحد اللوغو. واش غادي نقول لكم، كتجي الصراحه الحرشه محمره غزاله كتحمق. فهذا هو السر البنات، صدقوني دائما تبقاو ديروا هاد الخطوات هذه وصدقوني. فهنايا كنبدا كنبسط الخبيزه ديالي اولا الحريشه ديالي بهذه الطريقه. كيف ما كتشوفوا انا كما قلت لكم ما درتهاش على الذره المقله كامله. فعلاش ما بغيتش نديرها على الذره المقله كامله؟ باش هكا الاخوات المبتدئات اللي كيبغيو يديروا حرشه صغيره ولا كتشقق لهم مع الجناب، غادي نوريهم الطريقه كيفاش ما غاديش تبقى تشقق لهم مع الجناب نهائيا. زائده البنات غادي تكون معكم حرشه دايزها الكلام، يعني بهذا المفهوم هذا، سواء في المنظر اولا في التحميره اولا في الماكله ديالها. كيف ما كتشوفوا كنبدا كنبسط هكا بالاصابع باليد ديالي بهذه الطريقه هذه حتى كنحصل على هذا الشكل المستدير. عادي البنات غادي نعطيكم واحد، كيف ما كتشوفوا حتى انا راه تشققت ليا في الجناب واحد شي شويه، لكن عادي غادي تشوفوا كيفاش غادي ندير ليها وما يبقاش هذا التشقق. عملا لا نعطيك السر اللي غيخلي الحرشه ديالك ديما مجموعه في الاطراف، هي هاد المعلقه. الا ما تجمعاتلكش الحرشه بين يديداتك ولا بين صبيعاتك فكتبداي كتجمعيها هكا بالمعلقه ديالك في الاطراف ديالها. صدقوني فهاد الطريقه فهي سحريه. انا اغلبيه ما كنستعملش كاع يديا، فكنستعمل فقط بهاد المعلقه وكنبقى كندوزها هكا مع الاطراف، وكتجي البنات مزيونه ومستديره كيف ما كتشوفوا. فهنايا كيف ما شفتوا راني بسطت الحريشه ديالي وغادي نغسل يديداتي بطبيعه الحال، وغادي نوريكم الطريقه والبوطه كيفاش غادي تشعلوها. فغنشارك معكم كل شيء البنات، ما بغيتش نقطع من هذا الفيديو حتى شي حاجه، ما بغيت نقطع حتى شي حاجه. هذا هو الشكل ديالها بطبيعه الحال. وغادي ندوزو باش نطيبوا الحرشه ديالنا. فبالنسبه هنايا للحرشه ديالنا، فالشكل ديال البوطه خصها تكون بطبيعه الحال البوطه اللي غادي تدورنا على المقله ديالنا، يعني الفرن الكبير، زائد العافيه تكون متوسطه، ماشي مهيله وماشي مجهده البنات. الا قلنا مهيله غادي تكزز لينا الحرشه ديالنا ولا بحال غادي تنشف وتجي قاصحه. الا درناها عاوتاني مجهده فغادي تحرق. هنايا البنات غادي نخليها طيب وغادي نقلبها ايضا من بعد ما نحس بها نشفت من الفوق مزيان بهذه الطريقه هذه. غنخليها غادي نقلبها سواء في الطبسيل اولا في يعني حتى كتنشف مزيان البنات الحرشه ديالكم. وبطبيعه الحال البنات هنايا كنوصيكم انكم ديروا لها هذه الشوكه بهذه الطريقه هذه باش الحرشه ديالكم ما تنتفخش، باش هكا الحرشه ديالكم ما تنتفخش ويجيو فيها البواوق. فكندير هكا بالشوكه فقط وغادي نخليها تحمر من الجهه السفلى ونقلبها ونزيد نحمرها من الفوق، يعني بشكل اللي هو عادي. وغادي نتلاقى معكم باش تشوفوا الشكل ديال الحرشه ديالي كيفاش جات. يعني فالطياب ديالها فهو جد معروف البنات، فما كاينلاش عاد نبقاو نطولوا الفيديو على شي حاجه اللي هي معروفه. هنايا البنات بطبيعه الحال خديت واحد الورق الطبخ وكنحيد هذيك السميده الزايده، يعني ديك السميده الزايده ما كاينلاش تبقى. وهنايا كناخذ الطبيسيل ديالي وكنقدم الحرشه بطبيعه الحال مع براد تاي وشويه زبيده ولا عسيله، داكشي على حسب المتوفر. فانا فقط كنشارك معكم غير الوصفه، ما كنشاركش معكم دائما ديك لي زيتاب اولا يعني اللي غادي نرافق بها. فكل واحد على حسب الرغبه ديالو على حسب الجهد اللي عنده في البيت ديالو. فكيف ما كتشوفوا كتجي رطبه البنات، كانتم شوفوا التقطيعه، يعني ما بغيتش يعني نقطع شي حاجه، كتجي مستديره. الحرشه ديالنا كتجي محمره من كلا الجوانب بطبيعه الحال. والتقطيع البنات اش غادي نقول لكم، حرشه يا سلام البنات. والله البنات انا من كنديرها الا كتخاطفوا عليها الزوج ديالي وولدي ما كيخليوش نهائيا منها. فهذا هو الشكل ديالها النهائي البنات، وحسن من الحرشه ديال الزنقه، وتقدموها في البيت ديالكم وشي حاجه اللي هي بيتيه. وكنتمنى انكم تجربوا الوصفه ديالي وتخليوا لي التعاليق ديالكم وسواء ايجابيه او سلبيه. وهكا كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم، وموعدنا في فيديو اخر. الى اللقاء.